هي لعيب الكوره. صحيح. دي كانت اول هجمه يا كابتن حسام دي في الدقيقه 5 يا كابتن. كره عرضيه وعبد السلام نجاح حطها بشكل جميل، وطبعا انقذها احمد انفراد للنادي الاهلي، لكن هو استقبلها بشكل مش مظبوط. بعدها مباشره برضك هجمه للنادي الاهلي يا كابتن مدحت، بركات كان يعني في هجمات متبادله. بعد كده النادي ده اللي بقول عليه 1 2 اتحطت جنب القائم. بعد كده كابتن مدحت حسيت ان النادي الاهلي بدا بخبرته يمتلك زمام المباراه في وسط الملعب، في وسط الملعب، لانه هو متماسك او المعقوله، وخاصه ان هو حس في اخر المباراه ان ممكن ان المباراه يبقى في ضغط من حسام غالي من تحت عشان يجي يخش على وسط الملعب بتاع النادي الاهلي. بدا يحط له راس حربه ثاني جنب عبد الله السيسي، مما خلى الثلاثه عمل منها الكره الانفراد اللي جاي منها طرد وائل جمعه، اللي هي كان ممكن يبقى انفراد لايهاب، كان ممكن يجيبها منها جون اللي طرد فيها وائل جمعه. يعني كان في نشاط ملحوظ حتى الايهاب المصري بتغيير عبد الله شرويده، مهاجم قصاد مهاجم، فهو بيعمل نوع من التنشيط الهجومي فقط لا غير. احمد شرويده يعني احمد شرويده هو منتقل اعتقد من نادي الشمس، من نادي الشمس يا كابتن الموسم الماضي، ولكن كان ادرك عبد الله سددها حسام حسن من ضربه حره مباشره وجت في قائم جميله العرض طبعا. لكن هل كنت شايف ان النادي المصري النهارده اداؤه على الفرقه ان هي عندها الحرص او عندها التعليمات ان هي بردك ما تفرطش في وسط الملعب، وما تفرطش في ان هي في ثلاثي، يعني ده زي تكتل موجود، احمد مجدي والياس وكريم ذكري، مالكوش دعوه باي نواحي هجوميه، انتوا الثلاثه في القلب موجودين. يمكن احنا كنا بنشوف حسام غالي في الناحيه الثانيه بيروح بيزيد في وسط الملعب، وائل جمعه ساعات بيزيد وبيروح في وسط الملعب، لكن في ثبات في النادي المصري في الثلاثه دول، فعشان كده كان في حرص. وسط الملعب كان في حسام حسن وهاني سعيد، الاثنين دول كان مهامهم تغطيه على زملائهم اللاعبين في وسط الملعب. لكن النادي الاهلي كان فاتح اللعب، فاتح النواحي الهجوميه على عكس النادي المصري، لكن ما يمنعش ان النادي المصري كان راح على محمد فاروق عشان كان نوع من التنبيه. لا انا بتكلم على العرقله، هو عرقله ما يقدرش يعرقل الا بره، لو عارف لو كان ساب ودخل ما كانش هيعرقله. بالظبط، يعني هو وائل جمعه خبراته بالظبط كده ان هو عرقله.